السلام عليكم يا واد عمي، كيف أحوالك؟ الدرس ده هيكون ممارسة استماع للهجة المصرية، ومش هتكلم كلمة إنجليزي واحدة. فلو أنت مهتم بتقوية الاستماع للهجة المصرية، تابع الفيديو لآخر ثانية. ولو انت مهتم تاخد كورس في اللهجة المصرية للمبتدئين، انا عامل كورس للهجة المصرية للمتقدمين على يوديمي. الكورس ده مجاني ومش هتدفع قرش واحد. يلا ندخل في موضوعنا النهاردة. موضوعنا النهاردة او درس النهاردة بيتكلم على 3 كلمات في اللهجة المصرية. 3 كلمات. لو انت فهمت ال3 كلمات دول، لما تشوف الفيديو للنهاية اكتب معناهم او الترجمة بتاعتهم في التعليقات تحت، وانا هشوفهم وهقول لك صح ولا غلط. ال3 كلمات دول هما: اول كلمة ابتلاء. ابتلاء، خليني اقولها بالراحة. ابتلاء. ابتلاء. تاني كلمة هي معاناة. دي الكلمة التانية، معاناة. الكلمة الأخيرة هي صبر. صبر. يلا نشرح كل كلمة لوحدها. أول كلمة معانا يا واد عمي هي ابتلاء. يعني ابتلاء. كلمة ابتلاء موجودة كتير جدا في القرآن. لو أنت مسلم هتعرف ان الكلمة دي موجودة كتيرة جدا في القرآن الكريم، ومعناها اختبار او امتحان. الكلمة دي اسم: الابتلاء، الاختبار، الامتحان، كلهم معنى واحد لشيء واحد وهو الابتلاء. طيب، لو احنا بنتكلم على الدنيا اللي احنا فيها، احنا في دنيا، والدنيا دي ما هي الا امتحان لكل انسان. الله سبحانه وتعالى هيشوف كل عمل كل إنسان، وهيجزي على عمله في الآخرة في يوم القيامة. فالدنيا دي هي ابتلاء. ممكن يكون الابتلاء بالخير، وممكن يكون الابتلاء بالشر. طيب، لكن اديني أمثلة على الابتلاء. قبل ما اديك امثله على الابتلاء، لازم تعرف ان كلمه ابتلاء جت من الفعل يبتلي. ابتلى يبتلي. ابتلى يبتلي. ابتلى يبتلي. الله يبتلي المؤمنين. الله يختبر، يمتحن إيمان المؤمنين. الله ابتلى كتير جدا من أنبيائه. أديك مثال واحد: سيدنا يوسف عليه السلام، الله ابتلاه لما كبر، ابتلاه مع امرأة العزيز. ويوسف عليه السلام نجح في الاختبار ده، خرج من الاختبار ده. فيوسف عليه السلام نجح في الاختبار لأنه نبي، لأنه عمل صالح من قبل، كان بيعمل الصالحات من قبل، فطبيعي هينجح في الاختبار ده أو في الابتلاء ده. طيب، الابتلاء زي ما قلنا ممكن يكون خير وممكن يكون شر. من الابتلاءات الشر إن الواحد يمرض، يعيا. مثلا واحد جاله يعني عياذا بالله سرطان، فده ابتلاء عظيم، ابتلاء كبير جدا في حياة الشخص ده. فهنشوف بعد كده الله سبحانه وتعالى هيختبر الإنسان ده، هل سيصبر؟ هل هيكون صبور؟ هيصبر على ابتلاء السرطان ده ويقول اللهم لك الحمد، ولا هيجزع؟ فهنا الابتلاء عظيم جدا. والابتلاء بيكون على حسب كل إنسان ومقدرة كل إنسان على استحمال أو تحمل البلاء. أديك مثال برضو تاني على نبي من أنبياء الله وهو سيدنا أيوب. إحنا هنا في مصر، خليك معايا بقى، ركز كويس. إحنا هنا في مصر لما نضرب المثل بالصبر بنقول يا صبر أيوب. يعني لما تكون أنت واقع في ابتلاء، واقع في مشكلة، وبتقول يا رب اديني الصبر، فبتقول يا صبر أيوب. ولما يكون واحد صبور جدا بنضرب بصبر أيوب المثل،
الراجل ده عنده صبر زي صبر أيوب. يعني أيوب عليه السلام، النبي أيوب عليه السلام. النبي أيوب عليه السلام الله ابتلاه ابتلاء عظيما جدا. ابتلاه في زوجته، ابتلاه في أولاده، ابتلاه في صحته، لكن أيوب صبر. أيوب استحمل، صبر واستحمل البلاء. أيوب كان عايش في معاناة، معاناة شديدة، معاناة. نرجع تاني لكلمة الابتلاء. الابتلاء يعني اختبار وامتحان. الابتلاء ممكن يكون بالخير وممكن يكون بالشر. لو هديك مثال على الخير، الله ابتلى سليمان بالخير الكثير، وسليمان كان عارف ان الخير ده ابتلاء. أشكر أم أكفر؟ هل الله اداني نعم كتيرة قوي، فهل أنا هشكر أم أكفر؟ ده ابتلاء بالخير. نروح بقى للكلمة التانية في درس النهاردة، وهي المعاناة. ركز كويس جدا، دي كلمة طالما في ألف ولام معناها إن دي كلمة. المعاناة يعني ايه معاناة؟ يعني ايه شخص بيعاني؟ المعاناة دايما بتكون مع حاجة مش كويسة، حاجة مش كويسة، حاجة زي المرض. لو واحد مثلا عنده مرض خطير جدا، مرض شديد، زي مثلا السرطان، مرض زي السرطان، وهو بيعاني مع المرض، بيعاني يعني بيواجه مشكلة كبيرة، بيتألم، في معاناة مع المرض. طيب المعاناة مش بتكون مع المرض بس، ممكن المعاناة مع حاجات تاني، زي مثلا انت بتعاني مع علاقة مع شخص. لو وليكن مثلا انت في علاقة مع شخص، وانت بتعاني مع الشخص ده لان العلاقة مش كويسة، فانت ممكن تقول والله انا بعاني مع الشخص ده مش كويس، وانا بعاني معاه، انا في مشاكل معاه، انا مش مرتاح معاه، في معاناة. فزي ما قلت لك كلمة معاناة دي كلمة تدل على الشدة، تدل على الألم. يعاني معاناة. زي ما قلت لك لو في واحد عيان أو عنده مرض فهو بيعاني مع المرض. لو واحد مثلا يعني عنده مرض مثلا زي مثلا في ألم في ضرسه، وضرسه وجعه جدا، ضرس لو ضرسه وجعه جدا، فاحنا بنقول الراجل ده او الولد ده او البنت دي او الست دي بيعاني من ضرسه، لان في ضرسه في ألم، فهو في معاناة. نيجي للكلمة الأخيرة وهي الصبر. صبر يصبر. طيب يعني ايه صبر؟ الكلمة دي جميلة جدا، ومن الصفات الجميلة جدا، والصفات القليلة جدا للناس. لما نقول الشخص ده صبور، يعني الشخص ده بيقدر يستحمل، بينتظر، بيقدر يستحمل. لو شخص مريض، زي ما قلت لكم ان الصبر من الصفات الجميلة جدا لأي إنسان، ولما يكون الإنسان صابر الله يحبه، لأن موجود في القرآن الكريم آية بتقول إن الله يحب الصابرين، يعني الله بيحب الصابرين. طيب يعني إيه صبر؟ كلمة صبر في اللغة العربية يعني إيه؟ حتى إحنا عندنا بعض الناس ممكن يتسموا صابر، اسم راجل صابر، أو صبرة لو اسم بنت. يعني إيه صبر؟ صابرة باللهجة المصرية يعني إنك تنتظر وتكون راضي، تكون راضي باللي حصل، وتنتظر الوقت وتنتظر الفرج، وتكون راضي بما حدث لك، يعني تكون راضي باللي حصل لك، يعني تستنى وتنتظر الفرج من الله أو النصر. طيب أي حاجة في الدنيا محتاجة صبر.
لو افترضنا مثلا انت عايز تتعلم لغة عربية، فمحتاج تكون صبور. لازم تصبر عشان تتعلم اللغة العربية، ما تكونش مستعجل. عكس صبور مستعجل او يعني متهور او مستعجل. خلينا نقول مستعجل، عكس صابر مستعجل. لازم تصبر على اي حاجة. مفيش حاجة بتيجي بسهولة، مفيش حاجة بتيجي بسرعة. واحنا بنقول كمصريين، بنقول اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. فلازم تكون صابر في أي حاجة. وعندنا مثل تاني أو قول تاني بيقول: إنما النصر صبر ساعة. إنما النصر صبر ساعة. خلينا أديك مثال على نبي من أنبياء الله، وهو سيدنا يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب عليه السلام كان بيحب يوسف جدا جدا جدا، ولكن إخوة يوسف يعني رموا يوسف في البير، وسيدنا يعقوب خسر ابنه المفضل. في الوقت ده قال: فصبر جميل. يعني أنا هصبر، هستنى، هكون راضي بما حصل وهصبر، ومش هجزع. الجزع يعني إنك خلاص، خلينا نقول إن عكس الصبر هو الجزع. إنك تجزع، إنك تيأس، تقول أنا مش قادر أصبر، خلاص أنا زهقت، انا مش قادر اصبر، مفيش صبر، انا زهقت خلاص. هو ده اليأس، هو ده الجزع. طبعا الكلام ده في دين الاسلام مرفوض تماما. زي ما قلت لك كده بالظبط، ان الكلام ده مرفوض في دين الاسلام. دين الاسلام بيعلمك انك تكون صابر، بيعلمك انك تكون قوي في الشدائد. الصبر عكسها الجزع، عكسها انك تكون مستعجل. حتى هنا في مصر لو انت مستعجل على حاجه، معلش اديني 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 اديني، مش عارف، اديني ده اديني ده، فالشخص التاني هيرد عليك يقول لك ايه؟ اصبر شويه، اصبر شويه، اصبر شويه، اهدى شويه. طيب احنا كده وصلنا لاخر الفيديو. احنا اتكلمنا عن 3 كلمات. اول كلمه هي الابتلاء، تاني كلمة المعاناة، تالت كلمة الصبر. لو عرفت معنى ال3 كلمات دول باللغة الإنجليزية، اكتبهم في التعليقات وأنا هشوف التعليقات كلها. وخلي بالك لو أنت عايز تتعلم لهجة مصرية من البداية، أنا عملت الكورس للمبتدئين وببلاش، مش هتدفع ولا قرش، ومفيش قروش دلوقتي، مش هتدفع ولا جنيه. فلو حابب اضغط على اللينك اللي هسيبهولك في أول تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا واد عمي.